مولاي، في التصريح الأخير لجلالتكم حول التضخم في الجهاز الإداري، في رسالتكم الملكية السامية الأسبوع الماضي وضعتم مجددا الأصبع على الجرح فيما يتعلق بضرورة زيادة فاعلية الإنتاجية وفاعلية الجهاز الإداري من خلال تقليص العدد. تصور جلالتك للدور المطلوب منا جميعا في المرحلة القادمة لزيادة هذه الفعالية يا والإنتاجية؟ سيدي إن شاء الله تشكل لجان مختصة قادرة واعية تدرس الوضع ككل، وأنا ما عندي مانع. الإنسان لا يحب أن يقطع رزق إنسان، لكن أفضل أن نجد طريقة كريمة لتلبية حاجاتهم أو السواد الأعظم منهم إن كانوا يستحقوا ذلك، على أن تبقى الأمور على ما هي عليه، وكل إنسان يدعثر في الثاني وبدون نتيجة وبدون عمل وبدون إنتاج. وبالعكس نفتش ونخترع وسائل حتى نبقي أناس في أماكنهم على حساب المصلحة وعلى حساب تعطيل مسيرتنا إلى ما شاء الله بهذه الطريقة. فهذا غير معقول الحقيقة، وكل إنسان قدم وأعطى فهو محل التقدير، لا ينسى ولا ينسى إنسان في الأردن. لكن بدنا نشتغل، بدنا نشوف الحركة بكل معنى الكلمة، بدنا نشوف التقدم في هذا البلد، وهذا لابد أن يكون. سيدي، سؤالي الأخير لو سمحت مولاي، يعني في أكثر من مناسبة وطوال السنوات الماضية وطوال الزمان الذي عهدنا فيه جلالة سيدنا في نصحه وفي إرشاده وفي توجيهه، هل ضروري يا سيدي نحن في كل الأجهزة كل المؤسسات والقطاعات أن ننتظر من جلالة سيدنا أن يقول، أن يتحدث في تفاصيل التفاصيل لنتحرك؟ ما هو الدور المطلوب من الكل يا سيدي، من الصحافة؟ والله يا سيدي الدور المطلوب دور كبير، ولابد أن تنبهوا إلى كل الأخطاء حيثما وجدت، وتأكدوا بأنه من ينبه ويجابه صعوبة فيجدني معه، أدعمه بكل طاقاتي وبكل إمكاناتي. محمد أمين في الزمانات مسكين بدأ على هذا الطريق، وهو من خير شبابنا، وصادف ما صادف من متاعب، ولكني كنت مدين له وممتن، وأعتقد بأن الأردنيين يريدوا أن يعرفوا بالضبط أين هم حتى يستطيعوا أن يتقدموا إلى أمام. أما يا سيدي إذا نظرنا إلى وضعنا فيما يتعلق بالإعلام، فنجد من يكتب الكتابة لا تستند إلى دراسات دقيقة، لا على الصعيد الداخلي ولا على الخارجي، والإنسان مجبور يكتب حتى يظهر عموده أو ما يكتب في صحيفته كذا مرة في الأسبوع أو أكثر أو أقل. مش هذا الأسلوب الصحيح يا سيدي. وما بيغيظني شيء في الدنيا وفي هذه الحالة بالذات اللي احنا بصددها، ولا بيألمني شيء يا سيدي مثل أن يكون الخطأ أمامك ويجادلك إنسان بأنه لا، الأمور طيبة والحالة جيدة، وهذا أنت هذا شيء الحقيقة يعني فيما شاهدت وفي زياراتي وفي لقاءاتي وفي أحاديثي مع المسؤولين في هذه الفترة الحقيقة، وأنا طويل البال كثير، لكن يعني شفت حالي في وضع اللي كنت إني أفقد فيه السيطرة على نفسي أكثر من مرة. سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين القريب إلى القلب دوما، شكرا سيدي لهذا الكرم ولهذا الوقت ولهذه المشاركة وهذا الشرف الذي نعمنا فيه في 60 دقيقة وفي التلفزيون. يبارك فيك وسلمك. والشكر أيضا يا سيدي للجانب الآخر من الصورة اللي تحملوا واشتغلوا وعملوا، وقواتنا المسلحة اللي بنلتفت إليها دائما عندما نجد بأنه في حاجة للرعاية الطبية اللي قدمتها وتقدمها، والسيدات اللي تفضلوا بالمشاركة في تغيير الوضع وفي محاولة معالجته في الفترة اللي كان غايب فيها عن الأنظار. لا ننسى لهم هذا أبدا، وسندعمهم ضمن أقصى طاقاتنا وإمكاناتنا. وإن شاء الله يا سيدي الحقيقة التجاوب اللي لبسته في الأردن وفي خارج الأردن ومن أنحاء العالم معنا في هذه القصة بالذات شيء يبعث على الراحة، ويجعلنا محل الشكر والتقدير للجميع والامتنان دائما وأبدا
والله يكثر من أهل الخير ويجزيهم عن وطنهم وعن الأجيال الآتية كل خير. يبارك في جهود جلالتك يا سيدي. حضرة صاحب الجلالة الحسين المعظم من 60 دقيقة. شكرا يا مولاي. شكرا.